تعلم معنا طريقة صيانة مكواة الشعر وأي بردة أو قطعة إلكترونية معنا. تعلم معنا خطوة بخطوة الصيانة بطريقة سهلة وبسيطة. زي ما انتم شايفين دي البردة بتاعت مكواة الشعر، بتتكون من بردتين واتجاهات دخول وخروج، مقاومات، مكثفات، ترانزستور، ايسهات، مسفت، سيروستر. عندك هنا في مقاومات، عندك هنا مكثف، هنا في سيراميكا. نكون معانا كده وصلت لدرجة الحرارة بتاعتها العالية. كده وصلنا للتست بتاعنا والاختبار لأعلى درجة حرارة للمكوى، ودي حاجة بتسعد الواحد كفن صيانة أو مهندس صيانة، في إنه بيمسك البوردة ويشتغل عليها لغاية لما يعرف العطل فين ويصلحه. ودي حاجة بتخلي الواحد يعني يحس ان هو تعب ومراحش هدر. يعني الحمد لله نشكر الله ان احنا تعاملنا مع العطل بطريقة سليمة وصحيحة ووصلنا للعطل. وزي ما انتم شايفين الكارتة كلها شغالة. زرار باور اللمبة الحمراء ده معنى كده دخول التيار، شغالة الدايرة، بيأكد لك ان الدايرة فيها تشغيل للتيار. اما اللمبة الزرقاء وتحتيها عدة كذا لمبة، دول حوالي 6 سرعات للمكواة. دي مكوى تورنيدو، مكوى تورنيدو جولد، مكوى تورنيدو جولد. بسم الله ما شاء الله. احنا وصلنا فيها للتشغيل للمرحلة اللي تخليها تشتغل بصورة عالية وكفاءة ممتازة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم ويلاقي احسنكم، ومتنسوش عشان احنا بنتعب دايما في الفيديوهات بتاعتنا. يا ريت الاشتراك في القناة واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. انا هنزل فيديو كامل يشرح فيها ايه كان عطل المكوى عامة. كان عطلها فصل نهائي رغم ان داخلها تيار، لكن فصل نهائي مفيش اي تشغيل ليها. انا هنزل لكم حتى كمان هنتكلم عن المخطط بتاع الدايرتين بتاعت البوردة، هنتكلم المخطط ماشي ازاي، وحركات الانتقال وحركات النقل بتاعت حركة التيار بتخش من فين وبتطلع من فين، والاشارة بتاعت السيروستور او الترياك بتاخد الاشارة من فين. كل ده هنتكلم في فيديو، بس معلش سامحوني هيبقى الفيديو طويل شوية. تابعوني. متنسوش الاشتراك، ومتنسوش اللايك والكومنت. اي استفسار انا معكم في الكومنتات. مركز صيانة الفادي، مركز صيانة الفادي. والسلام ختام. زي ما انتم شايفين كده